هو ايه الفرق ما بين الثلاث مصطلحات دول؟ education, training and learning. نبدأ ب education و training، التعلم أو التعليم والتدريب. أول حاجة ال education بيديك certificate وبيديك كمان degree، بيديك شهادة ودرجة علمية، لكن ال training بيديك certificate بس، شهادة بس، وممكن كمان ما يبقاش فيه شهادة. طيب ال education لازم بيتم في formal setting، يعني محيط رسمي زي university، جامعة أو سكول، مدرسة. لكن التريننج مش لازم، مش الشخص ممكن يروح نادي رياضي يتدرب على لعبة رياضية معينة، أو يروح مكان انفورمال يتعلم على مثلا استخدام جهاز معين ازاي يتدرب يعني. الحاجة الثالثة انه في حاجة اسمها سيلف تريننج، انت ممكن تدرب نفسك بنفسك، تدخل اونلاين تجيب فيديوز وتتعلم المهارة بنفسك. لكن في الإيديوكيشن في حد مسؤول عنك، instructor, teacher, professor، في حد مسؤول عنك دايما وبيتابعك وبيتابع يعني مدى تقدمك. الإيديوكيشن اكثر تعميما شويه، يعني بتدرس subjects او مواد مختلفه، وممكن جوه subject الواحده topics او مواضيع مختلفه. لكن التريننج بيبقى فيه سكيلز معينه او سكيل يعني مهاره معينه انت المفروض ان انت تتدرب عليها، زي مثلا first aid training، تدريب الاسعافات الاوليه. الeducation اساسه theoretical نظري، لكن ممكن يكون فيه جزء practical عملي، بعكس التريننج البراكتيكال بارت او الجزء العملي هو اهم وكل شيء. الإيديوكيشن التكلفة بتاعته أعلى بكتير لأنه بياخد مدى زمني طويل من حياة الإنسان، بيمر من مرحلة لمرحلة. لكن التريننج بتبقى مرات محددة في حياة الإنسان، فبالتالي التكلفة بتكون أقل بكثير. طيب الاتنين دول بقى إيه الفرق ما بينهم ما بين learning؟ الليرنينج أو العلم والمعرفة نتاج الاتنين اللي فاتوا، سواء الإيديوكيشن التعليم أو التريننج التدريب. بس بصراحة في نقطة تانية جوهرية، الليرنينج you can learn from life، انت ممكن تتعلم من الحياة. اللايف ايفنتس او احداث الحياه المختلفه اللي بتديك لايف اكسبيرينسز، خبرات الحياه. وده كده الفرق ما بين التلاته. شكرا.